مع بداية فصل الشتاء بتبدأ ملامح التغيير تظهر في حياتنا اليومية، ومن أهمها مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمطاعم. وده نظام بتطبقه الدولة بشكل سنوي بهدف تنظيم الأسواق وتخفيف استهلاك الطاقة، وكمان علشان يدي فرصة أكتر للانضباط في الشارع المصري. ليلة السبت 28 سبتمبر هيبدأ رسمياً تطبيق المواعيد الشتوية، وبحسب القرار المحلات التجارية والبازارات والمولات هتفتح من الساعة 7 صباحاً لحد 10 مساءً يومياً، مع مد العمل لحد 11 مساءً يوم الخميس والجمعة والإجازات الرسمية. أما المطاعم والكافيهات فهي شغالة لحد الساعة 12 بالليل، مع استمرار خدمة الدليفري بعد المواعيد الرسمية من غير أي قيود. وبالنسبة للورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، المواعيد هتكون من 8 صباحاً لحد 6 مساءً، باستثناء الورش اللي موجودة على الطرق السريعة أو اللي مرتبطة بخدمات ضرورية للمواطنين. القرار ده مش بس ليه علاقة بالمواعيد، لكن كمان خطوة مهمة لضبط الإيقاع اليومي لحياة الناس وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية خلال فترة الشتاء. الخلاصة يعني من يوم 28 سبتمبر السبت اللي جاي هنمشي على مواعيد توقيت جديد. فهل المواعيد دي هتكون مريحة وتدي فرصة أكتر للناس تنظم وقتها، ولا شايفين إنها محتاجة تعديل؟ شاركنا برأيك وخليك مستعد للتغيير.